مع انتشار الكثير من الأخبار والتقارير الصحفية المحلية حوالين تعاقد النادي الأهلي مع مدافع نادي فاركو اللاعب ياسين مرعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتحديدا وبالتزامن مع التقارير الصحفية اللي بتخرج في نفس التوقيت من جنوب افريقيا، وتحديدا من خلال جريدة سوكر نادوما، واللي من خلال مصادرها داخل نادي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اعلنت ان النادي رفض قاطع شكلا وموضوعا التفريط في خدمات لاعبهم بكزن بوكازي صاحب 19 عام لصالح النادي الاهلي المصري او لاي نادي داخل القاره الافريقيه بشكل عام. وده طبعا نظرا لانهم بيعتبروا منافسين على المستوى القاري، فالتفريط في خدمات اي لاعب سواء كان بوكازي او موفوكينج او اي لاعب من المواهب الشابه خلال الفتره الحاليه طبعا امر مرفوض، وعكس مبادئ النادي في هذا التوقيت وعكس المشروع اللي هم شغالين عليه. نقطه كمان بان النادي اعلن ان اللاعب لديه العديد من العروض الاوروبيه وتحديدا في فرنسا وهولندا وبلجيكا. من وجهه نظرك شايف النادي الاهلي يكتفي فقط بالتعاقد مع ياسين مرعي خلال الفتره الحاليه، ولا ممكن النادي الاهلي يضم لاعب اخر في مركز قلب الدفاع؟ ويا ترى مين هو اللاعب الانسب للانضمام للنادي الاهلي في حاله التعاقد مع لاعب قلب دفاع اخر؟ مستني رايك في الكومنتات. سلام.